توميه كده، ده المنظر اللي بدور عليه. واسمع القرمشه. بعد تجربه المسحب دي 3 مرات في شهر يا جماعه، اقدر اقول ان الراجل ده مش واخد حقه. مسحب دجاجه. يا الله يا الله على هذا المنظر الذهبي. ده مكان اسمه دجاجه متفرع من عباس العقاد، بيعمل فرايد تشيكن ومسحب، ولكن المسحب يا جماعه جربته 3 مرات في شهر، طعمه عالمي. دي الوجبه ال10 قطع مسحب بالبطاطس ب 225 جنيه، وبيجي معاه العيش الحزين ده بيكون بره العلبه، توميه عاديه وسبايسي قريبه جدا من ريحه البيك. نزلها بس في التوميه كده واسمع القرمشه. مش طبيعي والله العظيم، جامد جدا. والمسحب اللي عند الدجاجه ده البريدنج اللي بره يا جماعه مقرمش جدا، ده الاختلاف عن البيك. ما اعتقدش حد عارف يوصل برده لملمس البيك من بره. شويه بطاطس، حتى صوص المسحب بتاع البيك عاملينه. الله، طعمه بالنسبه لي مفيش اي تعليق. تعليقي الوحيد يا جماعه ان الفراخ صغيره شويه بتاعت البيك كده، بتلاقيها مليانه يعني لو عارف يعملوا حته مسحب الفراخ فيها كبير. ولكن وجبه مسحب 10 قطع ببطاطس جامده جدا. جربوا المسحب بتاعه، اكتر تتبيله قريبه للبيك. انا برده بحب بتاع باب الحاره، حلو قوي، الاثنين حلوين، ولكن ده تتبيلته مظبوطه. محتاجين بس يظبطوا البريدنج ويكبروا الفراخ شويه. وبس كده، ده كان فيديو مسحب من دجاجه. اكتبوا لي اجرب ايه تاني في الكومنتات. اشوفكم في فيديو تاني، سلام.